السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات المعاصر صفحة 157 158 الصف الخامس يا شباب، إنجليزي سنة 5 الترم الثاني. يا ريت يا أبطال ما تنسوش تدعمونا بلايك حلو منكم واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الأول طبعا بيقول لك listen and circle the correct answer from ABC or D. نص الاستماع في نهاية الكتاب. One day في يوم ما a villager اللي هو القروي wanted to sell his هتقوله beans، أراد إن هو يبيع الفول بتاعه in the market في السوق. The villager اللي هو القروي needed help أراد المساعدة because he couldn't walk far لأن هو مش بيقدر يمشي المسافات بعيدة. هتقوله هنا his camel الجمل بتاعه offered عرض عليه to help him إن هو يساعده. رقم 4 the camel took the هتقوله الكامل اللي هو الجمل أخد إيه؟ هتقوله sacks، أخد the sacks اللي هو شوال of beans شوال الفول to the market للسوق for his owner لصاحبه. رقم 2 choose the correct answer. number 1 بيقول لك the ibis اللي هو أبو منجل could fly high above the land بيستطيع الطيران لمسافات عالية عن الأرض، يبقى إيبس اللي هو أبو منجل. this يعني هذا المخلوق is strong بيكون غريب، so لذلك we couldn't هتقول له هنا ايه recognize it يعني مش قادرين نتعرف عليه. طيب رقم 3 the traders اللي هم التجار could go to the market بيذهبوا إلى السوق to sell their goods عشان يبيعوا البضائع بتاعتهم. نيجي هنا بطل the text and answer the question بعد إجابة بعد طبعا قراءة النص بيقول لك هنا أسئلة، بيقول لك choose the correct answer from A B C or D. the main idea of the text الفكرة العامة للنص بتتكلم عن إيه؟ هتقول له جابي اللي هو جمل هنا إيه got lost يعني الجبل تاه. طب هنا إحنا شباب حلينا صفحة 157، ننتقل لصفحة 158. the underlined word الكلمة اللي تحتها خط كلمة far يعني بعيد is the opposite بتكون عكس إيه؟ هتقول له of near بتكون عكسها كلمة قريب. the following question جاوب على الأسئلة. what did the villager want to sell القروي كان بيريد ان هو يبيع ايه؟ هتقول له his beans يعني الفول بتاعه beans. طيب هنا بيقول لك what did the snake do every day التعبان بيعمل ايه كل يوم؟ هتقول له he goes to the market every day هو بيذهب للسوق كل يوم. what bird did جابي see ايه هو الطائر اللي جابي شافه؟ هتقول له ايبس اللي هو ابو منجل. في الترتيب يا بطل هتقول له they will go to the market هم سوف يذهبوا إلى السوق. رقم 2 هتقول له he asked his هو سأله هتقول له his friends هو سأل صديقه for help على المساعدة. في البنكتويت أول واحدة هتحط هنا الجي كابيتال وتحط نقطة، والجملة التانية are you lost هل أنت مفقود هتحط الار هنا كابيتال ودي تحط question mark لأن ده سؤال. بآخر سؤال عندنا بيقول لك write a paragraph اكتب باراجراف من 13 words من 30 كلمة عن a lesson you learned عن درس أنت اتعلمته. هتقول له a kind girl بيوجد بنت عطوفة found a wallet وجدت محفظة and turned it to its owner ورجعتها لصاحبها. the owner اللي هو صاحب المحفظة was so happy كان سعيد جدا and gave her a money وأعطاها فلوس بسبب أمانتها. she learned هي تعلمت that honesty هي تعلمت إن الأمانة always دائما bring good things بتحمل أو بتعطي لك الأشياء الجميلة in return في النهاية. يا شباب وصلنا نهاية الفيديو، حلينا مع بعض صفحة 157 و 158 من كتاب المعاصر انجليزي الصف الخامس. يا ريت يا ابطال ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح يا رب، ربنا ينجحكم جميعا يا شباب. عملنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وشيروا الفيديو لاصحابكم. مع السلامة.